تامر حسني دخل المستشفى تاني، ولكن هل فعلا حالته حرجه بعد لما استأصل ورم؟ ايوه ورم من على الكلى، ولا ايه بالظبط؟ هو موجود في المستشفى في مصر. تعالوا اقول لكم هو موجود ليه في المستشفى في مصر وتفاصيل حالته بالظبط زي ما قال التقرير الطبي بتاع المانيا. يلا بينا. الحبايب مساء الخير. ناس كتير جدا بدأت تنشر اخبار تامر حسني حالته حرجه عشان كده دخل المستشفى هنا في مصر وحالته صعبه جدا. بصوا يا جماعه هقول لكم الموضوع من اوله من طقطق. السلام عليكم. تامر حسني حالته كانت حرجه فعلا والعمليه كانت كبيره، وهو ما كانش متوقع العمليه هتبقى كبيره ولا حد من اللي حواليه ولا الدكاتره في مصر. تامر حسني مسافر من هنا لألمانيا على اساس ان هو عنده كيس صغير على الكلى هيتشال وخلاص. لما سافر ألمانيا قالوا له لا ده مش كيس، ده ورم، والورم دوت يعني قطره حوالي 2.5 سنتي، فهنشيله. تمام، ومش هنشيل الكلى، هنشيل جزء من الكلى. فبعد شويه وهو بيعمل متابعه في ألمانيا لقي الورم كبر من 2.5 سنتي ل 3.7 سنتي، وده يعني حوالي يعني 1.2 سنتي في ايام قليله جدا، يعني في ساعات مش في ايام. ساعتها الدكاتره في ألمانيا اتخضوا وقالوا لا كده الموضوع خطر، لازم ندخل عمليات فورا، لان الورم يكبر بهذا الشكل في العدد الساعات القليل ده شيء مش كويس. ساعتها يعني حتى تامر قال انا كنت مفكر ان الموضوع بسيط، ولما هنا اتفاجئت الموضوع بيكبر مني. ده توصيفه هو. المهم لما دخل فعلا العمليات استأصلوا الورم ده وجزء من الكلى، جزء مش كبير، بعض الخلايا اللي حوالين الورم، على اساس الورم ده لا قدر الله لو خبيث يبقى احنا شلنا اللي حواليه. وقالوا ساعتها الدكاتره لتامر هتفضل موجود معانا في المستشفى لحد لما نحلل هذا الورم ونشوفه هل هو حميد ولا خبيث. قال طيب هياخد وقت قد ايه وقت؟ فقالوا له غالبا يعني من حوالي اسبوع ل 10 ايام، وده تحليل ورم لان بيمر بمراحل تحليل، مش تحليل واحد مش بنحطه تحت المجهر، لا مراحل كده. ساعتها تامر قال لهم طيب انا ممكن اسافر اروح بلدي ولما النتيجه تظهر تقولوا لي. فساعتها قالوا له لا يعني خليك هنا، الا ان هو اصر ان هو يرجع مصر. ما اعرفش ليه، يعني قال مش هنتظر نتيجه التحليل. وساعتها كان في بقى قرارات حتى من اللي حواليه، لا يا تامر افضل، لا لما النتيجه تظهر الاول نطمن ونروح بقى ونسافر مره واحده وخلاص. فقال لهم لا انا هسافر. وفعلا هو رجع من اسبوع، النهارده الخميس تقريبا، من اسبوع رجع. قبل ما يرجع الدكاتره قالوا له طيب لو عايز ترجع مصر ترجع مصر مش على بيتك، يعني ترجع تروح تدخل المستشفى لان حالتك تستدعي ان انت تكون موجود تحت الملاحظه. وتامر جه هنا ودخل المستشفى، وتامر حاليا موجود في المستشفى بيستكمل يعني علاجه بقى. نتيجه التحليل طلعت، نتيجه التحليل طلعت فيها ايه انا لحد دلوقتي ما اعرفش، هل هو حميد الحمد لله ولا خبيث لا قدر الله، انا ما اعرفش. ولكن اللي انا اعرفه والمعلومه اللي انا متاكد منها ان حاله تامر حسني تستدعي علاج واستمرار علاج لفتره بعد العمليه دي اللي هو عملها في المانيا. الحاله تستدعي ان هو يكون موجود في المستشفى، والحاله تستدعي ان هو يبقى يعني تحت اشراف طبي، والحاله تستدعي استكمال علاج، يعني لسه في مراحل علاجيه. ده اللي انا عارفه. لكن هل حالته حرجه؟ لا حالته مش حرجه. هل تامر فعلا بقى يعني خلاص ومش فايق ومش عارف؟ خالص تامر عادي جدا. وعايز اقول لكم هو موجود في مستشفى، وزاره عدد كبير من الفنانين الفتره اللي فاتت دي بدون ذكر اسماء، لكن عدد كبير من الفنانين زاروه واطمنوا عليه وقابلوه واتكلم معاهم وضحك ومش عارف ايه، وعادي جدا يعني تمام. الا ان الحاله مش 100%. هل تامر هيخرج خلال الفتره اللي جايه ديت؟ بالتاكيد ان شاء الله باذن الله، يعني خلال مثلا 10 ايام او اقل، ممكن اسبوع، ان هو يخرج من المستشفى، لان هو عنده حفله يوم 20 ديسمبر، وديت اول حفله هو هيعملها تامر حسني بعد خروجه من المستشفى، وهي حفله خيريه هتقام في قصر عابدين اوبتيكت، ولكن ايراد الحفله كله هيروح لاحدى المؤسسات الخيريه. ده كل التفاصيل بتاعه تامر حسني عشان ما فيش حد يجي يقول لا ما اعرفش ايه. لا هو كان عنده ورم فعلا، والورم ده واتحلل الورم ونتيجته هو اللي يعرفها وبعض المقربين حواليه، والراجل مش عايز يقول انا عندي ايه. ولكن احنا نتمنى على الله ان هي تكون النتيجه يعني تمام سلبيه، والحمد لله الورم حميد، والحمد لله يعني شويه الاجراءات اللي هي بتحصل بعد العمليات الكبيره ديت ان هو موجود في المستشفى بس كاستشفاء وخلاص. يا رب يا رب.
ادعوا لتامر حسني بالشفاء، ادعوا له ان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بالصحه والعافيه، وادعوا له ان هو يرجع تاني سالما غانما لاولاده ولاسرته ولحبايبه ولجمهوره، وفي الاول وفي الاخر ربنا يحميه لشبابه. لان انا دايما اقول ساعه المرض كل شيء بيوقف، كل شيء بيوقف، اي خلافات بتوقف، ويبقى فقط بس الدعاء والمحبه، وان الواحد يذكر كل شيء صالح لاي حد ربنا سبحانه وتعالى وضعه في محنه، فادعوا له ايا كنت انت بتختلف معاك فنيا، بتتفق معاه فنيا، بتتفق معاه على المستوى الشخصي، بتختلف معاه على المستوى الشخصي، في النهايه ده كله حطه جنب ساعه المرض وقولوا ربنا يا رب يكرمه ويمن عليه بالشفاء ويشفيك يا تامر حسني. شكرا جزيلا.